فرصه للمنتخب الاسترالي، عنده فرصه كبيره يعني تفوز بالمباراه، ولكن الفوز راح يكون صعوبه امام منتخب منظم نفس منتخب الدنمارك. وتنظيم دائما سلاح التفوق في نوعيه هكذا مباريات. استراليا من المنتخبات المنظمه للغايه. مع فرنسا تقدمت، لكن في النهايه منتخب فرنسا منتخب يلعب على الجزئيات والتفاصيل الدقيقه. وهذا هو المنتخب الجيد. المنتخب الجيد هو رحمه الله عرف قدره، رحمه الله عرف قدره ايضا. الفريق دائما تنقول ولو يكون اضعف منك، ولكن اذا كان اكثر نظاميا ويداوت بول بدون كره وكان توقفها تكون من الصعب تنتصر على هذا الفريق، رغم انه يلعب على جزئيات صغيره. هو كيف ينتصر على نقاط الضعف اللي عندك، فإلا مشى بهذه الطريقه فتكون هو الاقوى احسن يرتبط مع اخويا كانوا، فهي فرصه العمر امام فريق شرس، امام فريق عنده خبره. فالنظام مهم جدا في كره القدم. منتخب تونس وحارس المنتخب التونسي سيواجهون اليوم كينغستي كومان كولومواني. هذا الهجوم القوي للمنتخب الفرنسي يجب ايقافه باي طريقه، ويجب ان لا يصل الشباك الحارس ايمن. اكيد اي حارس في العالم لما يشوف دفاع منظم يكون عنده ثقه كبيره، وبالتالي هاي الثقه تزيده هو قوه وتزيده معنويه، يشوف الفريق كله في الفورمه كمنظومه، الكل قاعد يدافع، فتعطيه هو دافع كبير انه يقدم كل ما عنده. اليوم اللاعبين ما اعتقد اليوم الكل راح يقدم كل ما عنده. اليوم الجزئيات مثل ما تفضلت، الجزئيات البسيطه هي راح تفرق في المباراه. ايضا الفريق اللي ما راح يسيطر على نفسه من ناحيه الضغط، اليوم في ضغط كبير راح يكون في المباراه، هو اللي راح يكون متفوق في المباراه. لاعبي المنتخب التونسي في هذه اللحظات هم في النقف المؤدي الى ارضيه الملعب قبيل مواجهه المنتخب الفرنسي. هذه الصور تاتيكم الان على الهواء مباشره من استاد المدينه التعليميه ومن استاد الجنوب المونديالي. هذه الصور لمباريات المجموعه الرابعه لكاس العالم في قطر 2022. المباراه التي ستنطلق في تمام الساعه 6 مساء في توقيت مكه المكرمه. في انتظار هذه المباريات وانطلاق هذه المباريات